معكم ايمن صقر من جيم مصري. عايزين النهارده نتكلم على حاجات مهمه كتير بتقابلنا وناس كتير قبل اتكلموا عليها قبل كده، وبس بتجي لنا رسائل على الصفحه وكومنتات وكذا وكذا وتعليقات كتير. تمام. الناس اللي هي بتقول لك ما عنديش هدوم، ما عنديش القدره اجيب اكل، ما عنديش مش لازم تنزل النادي بهدوم جديده، تنزل تشتري هدوم جديده وتكلف نفسك. لا، في هدوم عندك في البيت ممكن تستعملها تبقى كويسه وتستخدمها. الاكل عندك حاجات كتير، ربنا سبحانه وتعالى ميسر لك حاجات كتير، مش لازم تبص للحاجات العاليه والغاليه وتروح تشتري من هنا وتشتري من هنا. في عندك الخضروات، في عندك البقوليات، في عندك تطبخ لنفسك، تساعد نفسك. ما تخليش مامتك تعمل لك حاجه، اغسل هدومك، اكل نفسك، ظبط حالك، ظبط مواعيدك، مواعيد دراستك. الجيم بينظم لك حياتك كلها. تمام. الناس اللي لسه داخله النادي جديد بقالها شهر، يا كوتش انا ما طلعليش جسم، ما طلعليش عضل. طب احنا هننفخك مثلا؟ يا حبيبي لازم تصبر 4 5 6 شهور عشان جسمك يبدا يبان. تمام. مش اول لما تخش تك 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 جسمي ما يتنفخش، لا، تصبر وتنول. الابطال دول قعدوا سنين وسنين عشان يعملوا جسم بسم الله ما شاء الله اللي انت شايفه. تمام. الناس اللي بتاخد الرميه ودنها على الحقن، كل شويه حقن وحبوب وحاجات، ليه ترمي نفسك؟ معلش، انا ممكن اوعدك بالبروتين، خد البروتين. انا عن نفسي ما باخدش الا البروتين. تمام. بيكمل لي الجزء اليومي بتاعي اللي انا محتاجه. تمام. اللي انا ما بقدرش اكفيه بالاكل. تمام. كل واحد على حسب جسمه، ما ترميش نفسك لده وما ترميش نفسك لده. الناس اللي بتروح النادي تبص على زمايلها وهي بتلعب، يقول ده جسمه وده جسمه، سبحان الله، كل واحد وجيناته. ما تركزش انت في اي حاجه. انت ممكن تبقى ما توصل ان شاء الله العضله عندك يبقى شكلها احسن من العضله عنده. كل واحد وجيناته، كل واحد والعضله بتاعته بتظهر، ما بتلاقيش واحد عضلته زي الثانيه. سبحان الله، كل واحد والجينات عنده. تمام. عايزين نركز وعايزين ربنا يكرمنا، وتابعونا في البوستات، وجيم مصري معاكم ان شاء الله ونقدر نساعدكم. واحلى تحيات مني ليكم، ايمن صقر، المدينه المنوره.